مساء الخير على الجميع. اليوم راح نسوي وياكم غوزي دجاج على الطريقة البحرينية. مكونات الغوزي عندي: رز بسمتي منقوع، دجاج مقطع نصين، مكعبات البطاطس، بيض مسلوق، بهارات مطحونة وصحيحة، ومنقوع الزعفران والمكسرات والنخي والزبيب والبصل. أول حاجة سلقت الدجاج، حطيته على موية حارة وتركته لين يطلع الزفرة منه. بعدين حطيت البهارات المطحونة والصحيحة والبصل والثوم. بعدين حطيت منقوع الزعفران على البيض وقلبته، وبعدين قليته من جميع الجهات، وبنفس المقلاة قليت فيها المكسرات وتركتهم على جنب. سويت الحشوة، حطيت البصل على الطاوة وبعدين قلبته وبدأ يتغير لونه. كل ما يتغير لونه حطيت موية حارة وقلبته إلين صار لون ذهبي، وبعدين حطيت عليه الزيت والزبيب والنخي والبهارات المطحونة من نفس بهارات سلق الدجاج، وقلبتهم تركتهم ينطبخ لمدة 5 دقائق. حطيت قطع الدجاج بصينية الفرن، وبعدين دهنته بلون الزعفران وحطيته بالفرن للتحمير. بعدين شلت البهارات الصحيحة من موية سلق الدجاج ما عدا الليمون الأسود، وحطيت الرز البسمتي المنقوع وحطيته على حرارة عالية أول 10 دقائق، وبعدين على حرارة متوسطة لمدة نص ساعة. وقلينا مكعبات البطاطس لأنها تتزين فيها الغوزي. وكده غلق الطبق حقنا لهذا اليوم. طبعا حطيته في صحن التقديم وزينته بالمكسرات والحشو، وبجنبه الدقوس وسلطة اللبن بالخيار. أتمنى أنه الطبق عجبكم، وبالعافية علينا وعليكم. ولا تنسوا تشتركوا في حساباتي الرسمية في السوشيال ميديا.